ازاي اللاعب اللي ورايا ده يفوز بجائزة افضل ظهير ايسر في مصر؟ انا ضد الكلام ده، معلش، انا راجل محايد، انا ضد الكلام ده. انا قررت خلاص اغير جلدي، انا ضده. لا لا ده لا مش قد كده، معلش. محمود بن تايج حصل على جائزة افضل باك شمال في مصر. المهم ان بن تايج اول لما جه نادي الزمالك كان اللجان الالكترونيه والصفحات الشمال وبعض من مقدمي البرامج اللي هم شغالين لحساب ناس تانية بيقولوا ان بن تايج مستواه ضعيف وان الزمالك مش عايزه وان جوميز عايز يستغنى عنه وكلام. النهارده بن تايج الافضل في مصر. ساعتها كانوا بيطبلوا ليحيى عطية الله. اللي هو فين يحيى عطية الله؟ ده الإعلام وتعامله مع لعيبة نادي الزمالك. النهارده بن تايج بيثبت انه الافضل في مصر. طبعا هو جدد عقده، عشان ما حدش يقول ده راح جدد عقده مع الزمالك خلاص. سلام والله يكون فول.